صح. انت ازاي عارف كل الكلام ده؟ مش قلت لك انا متجوز ومخلف؟ لا، بس اكيد انت حياتك مختلفة ومراتك غير مراتي تماما. مين قال كده؟ انت عرفت مراتك ازاي؟ كانت زميلتي في الشغل. كانت زميلتي برضه في الشغل. يا نهار اسود، قصدك انها؟ بالظبط، صدفة احنا الاتنين كنا رايحين نقتل الدرفيل، ما كناش نعرف بعض. الدرفيل ده اللي بيعيش في البحر؟ احمد الدرفيل اكبر تاجر سلاح في الشرق الاوسط. تاجر سلاح؟ ومين ده الجبار اللي يفكر يقتل تاجر سلاح؟ مراته طبعا، بس عشان ما عندهاش ثقة في الرجالة، بعد ما اتفقت معايا اتفقت مع مراتي، كنت لسه ما اعرفهاش. كانت اغرب صدفة غيرت حياتي كلها. ويا ترى مين اللي قتله، انت ولا المدام؟ انا طبعا اللي قتلته، بس هي اللي خدت الفلوس. ليه بقى؟ احنا كرجالة بنتعب ونشقى ونقتل عشان مين؟ كنا اتخطبنا، وده كان عربون المحبة. بس برضه اكيد مراتك احسن من مراتي بكتير. انت عمر مراتك هددتك بالقتل؟ لحد دلوقتي لا. انا بتهدد بالقتل في اليوم مرتين او ثلاثة، ولو زودتها شوية باخد طلقة او ضربة مطوة كده على الماشي على سبيل الهزار. هزار؟ زعقت مرة عشان ملح كان قليل في الاكل، كل لطف وود وحب لقيتها جابت لي الملح وحطيتهولي في الاكل، بس قبل ما مد ايدي واكل لقيتها مسكت ايدي وقالت لي وقالت لك ايه بقى؟ حبيبي خلي بالك ده سم، انا شايفه انك تاكل بره النهارده، واخر مره تعمل كده. من ساعتها وانا صوتي معليش في البيت. انت ازاي مستحمل كل ده؟ زي اي راجل عاقل بعتبر الجواز تكفير ذنوب او درجات في الجنه. بيني وبينك انا محتاج الاتنين. جبتك يا عبد المعين تعني لقيتك عاوز تتعان. انت راجل طيب يا عصام، عشان كده انا عندي الحل. هو ده الحقني بيه بقى. انت تتجوز تاني. اتجوز؟ يا نهار ازرق، دي كانت مراتي تقتلني. شفت الحل سهل ازاي؟ وبكده تبقى عملت اللي انت عايزه وانتقمت منها كمان. بس ده حل مكلف قوي. ما تقلقش، مش هكلفك غير 200 جنيه يا دوبك. هنضرب صورتين وعقد جواز، وانا هكلم مراتك نقول لها ونخلص. يا جاحد، موافق. على بركة الله. شرفت يا استاذ عصام، اشوف وشك بخير. وانت خارج سيب ال 200 جنيه مع السكرتير بتاعي. اللي بعده يا ابني.